عدى من مباراة مصر وموريتانيا لحد الآن نص ساعة. المباراة كلها منحصرة في نص الملعب، الفرقتين عاملين حذر من بعض. الملعب سيء جدا وأرضية الملعب سيئة جدا جدا جدا. يعني منتخب مصر بيلعب على الأرضية دي وعمال يجازف ويلعب على أرضية ملعب وحشة جدا. اللعيبة ماسكة نفسها ومتمركزة كلها كويس، بس أرضية الملعب سيئة جدا جدا جدا. وألف سلام عليك يا شناوي، وإن شاء الله تبقى كويس وما يبقاش في أي حاجة. الشوط الأول قرب ينتهي، رتم المباراة واقف، رتم المباراة ضعيف، مفيش متعة كروية بنتفرج عليها. وده أنا بقول أهو بسبب أرضية الملعب دي أول حاجة، وزائد مساحة الملعب. يعني أنت بالنسبة لك أنت رايح هناك كل هدفك يا إما تكسب يا اما تتعادل، لكن تخرج خسران ده اللي مستحيل. بس فان شاء الله منتخب مصر يخلص المباراه دي يا اما هو متعادل يا اما وهو فايز باذن الله. احلى حاجه عجباني يا جماعه اقسم بالله في ماتش منتخب مصر ومنتخب موريتانيا، مع ان الاداء سيء جدا، وده برضو وارجع واقول بسبب ارضيه الملعب. كابتن حسام حسن تعليمات ما بيقفش من بره على خط الملعب، واقف عمال بيوجه اللعيبه وان هي تتمركز وتمسك نفسها كويس قوي عشان خاطر ما يخشش فينا جون، وهو ده المطلوب فعلا. انت بتلعب المباراه دي، ما ينفعش ان انت تخسر المباراه دي، لازم تكسبها عشان خلاص تضمن. انتهى الشوط الاول 0-0 ما بين منتخب مصر وموريتانيا، وبعيدا عن ان الاداء سيء جدا وما اتفرجناش على متعه كرويه في الشوط الاول ما بين الفرقتين او اي حاجه عملتها منتخب مصر، بس احسن حاجه ان اللعيبه متمركزه في اماكنها ومش مديه فرصه لاي لعيب من منتخب موريتانيا ان هو يعمل فرصه خطيره او يتوغل جوه داخل الدفاعات او الاراضي المصريه. حاجه كويسه جدا كابتن حسام حسن عاملها مع اللعيبه، ان هم ماسكين نفسهم والدفاع ماسك نفسه، مفيش اي اخطاء تتقال عليها، اخطاء كبيره حصلت في المباراه. وزي ما قلت لكم يا جماعه، لو منتخب مصر ما عرفش يفوز يبقى على الاقل لازم يتعادل. ما ينفعش منتخب مصر يخرج من المباراه دي خسران. انت كسبت ضمنت خلاص. ابتدى الشوط الثاني وهجمات من منتخب موريتانيا على منتخب مصر، وفي الدقيقة 56 الشناوي يطلع كورة وجون مؤكد لموريتانيا. عاش يا شن، اقسم بالله عاش عليك قوي. طلع الكورة دي برغم ان هو متصاب، والله العظيم برافو عليك يا شناوي. عرين مصر الاول. وفضلت الهجمات دي مستمرة على الشناوي، منتخب مصر هيستقبل هدف. لازما يا جماعة حسام حسن من بره يشد عليهم ويقول لهم يمسكوا نفسهم كويس ويقفوا يتمركزوا زي ما كانوا بيلعبوا في الشوط الاولاني. هو ايه اللي حصل يا جماعة؟ ايه اللي حصل؟ عدى 70 دقيقة من المباراة ولحد الان منتخب مصر ومنتخب موريتانيا 0-0. اي نعم حصل كام هجمة على منتخب مصر واللي اتصدى ليها الشناوي، الا ان منتخب مصر حتى الان ماسك نفسه وعايز ياخد المباراة دي. وباذن الله لو ما عرفناش نفوز على الاقل ان احنا نتعادل، وبكده نكون صعدنا رسميا باذن الله. الله 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 عليك، وصل للفوز الرابع. الله عليك يا عم. مرموش مين؟ مرموش لسه خارج. عمال يقول لك مرموش مرموش، هو مرموش فين؟ مرموش بطريقة الكبار، اللي هو مرموش أم من؟ مش مرموش يا حبيبي، ابراهيم عادل. النجم بتاع بيراميدز، البومبر القادم للكرة المصرية. والله العظيم عاش قوي اقسم بالله، والله العظيم جامده 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 جامده. في الورقه الرابحه لمنتخب مصر هو ابراهيم عادل. مباراه زي دي يا جماعه لازم تكون عايزه واحد كده صياد. الملعب وحش جدا والارضيه وحشه جدا والظروف وحشه جدا وكل حاجه. لازما يبقى فيه لعيب صياد، يعني لعيب يصطاد الكوره، لعيب يبقى عنده نظره ان هو يعرف يخلص كوره زي ابراهيم عادل. لعيب زي ده انا ببصم له بالعشره، ما شاء الله ربنا يحفظك يا ابني يا رب. هو الشوالي يا جماعه مش محضر اللعيبه اللي في على البدلاء واللعيبه اللي بتلعب والكلام ده، عمال يقول لك عادل ابراهيم عادل. يا عم اسمه ابراهيم عادل، اسمه ابراهيم عادل يا عم، ابراهيم عادل. اللعيب ده يا جماعه اقسم بالله انا بتمنى يروح النادي الاهلي. بصوا يا جماعه ان الشوالي حد غاصب عليه يجي يعلق المباراه دي، اقسم بالله عمال بيقول حاجات غريبه جدا.
عمال بيقول لك الكرة لموريتانيا وهي الكرة اصلا لمصر، ضربة مرمى، وعمال بيقول حاجات غريبة. يا شواله، هو في حد غاصب عليك تعلق المباراة دي ولا ايه؟ هو الشوالي عايز ايه يا جماعة؟ انت عايز ايه يا شوالي؟ انا مش، هو الشوالي ماله في ايه؟ يا ابني اسمه ابراهيم عادل مش عادل ابراهيم. دي المباراة خلصت الحمد لله، منتخب مصر كسب وخلاص رسميا منتخب مصر صعد رسميا خلاص. وحتى لو كانت عادل كان منتخب مصر هيكون صعد رسميا. الحمد لله. مباراة بعيدا عن ان هي الاداء بتاعها كان اداء وحش جدا، ما كانش فيه فرص، ما كانش فيه فنيات، ما كانش فيه عرضيات، ما كانش فيه لعب، ما كانش فيه باصات كويسه، ما كانش فيه اي حاجه في المباراه ان انت تتفرج عليها. بس نزل لعيب زي لعيب ابراهيم عادل، لعيب صياد، خلصتك كل القصه، خلصتك كل القصه. يعني انت اساسا كده كده وانت متعادل انت صاعد، بس خلى للمباراه، حط لها حاجه حلوه كده عشان خاطر يبقى ليها طعم حتى. والف الف مبروك لمنتخب مصر، وان شاء الله مشواره في افريقيا يكون مشوار قوي جدا وناخد البطوله باذن الله.